السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم الكبده الاسكندراني، طريقه سهله وجميله جدا. النهارده زي ما انتم شايفين معايا نص كيلو من الكبده. هي مجمده شويه، بس انا حطيتها بقى عشان مستعجله على شويه زيت كده، وهبدا ان انا اسيبها تفك كده على النار. وبعد كده هوريكم هنعمل ايه وهنضيف عليها ايه. زي ما انتم شايفين كده دي كبده نص كيلو زي ما انا قلت لكم. بدأت تفك اهي، اهو زي ما انتم شايفين. الصراحة يعني انا بعملها بتبقى جميلة جدا جدا، ناكل معاها بقى عيش رز مكرونة، بتبقى ممتازة ممتازة ممتازة، او نعملها سندوتشات بتبقى فظيعة. هي بدأت تفك اهو، انا ابتديت ان انا افككها كده اهو. لو انت بقى حابه ان انت مثلا برضو تضيفي لها دهن او ليا، تقدري ان انت تحطي لها، بس انا ما كانش متواجد عندي. لما بيكون عندي بحط لها زي ما انتم شايفين كده. في الكبه بقى حطيت بقى فلفل، مجموعه كده من الفلفل، الفلفل الرومي، فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل حامي. بنحب الفلفل فيها كتير جدا، والصراحه بيديها طعم حلو قوي. وكمان بحط بصل. ماشي. هنا بقى كده الكبده بدات تفك كده، ابتديت كده بالراحه كده اقلب فيها كده، اشوحها في الزيت اللي انا حطيته. كل شويه ابتديت ان انا اشوحها. وهنا بقى فرمت البصل والفلفل اللي انا قلت لكم عليه. بحط بصلايه متوسطه، والفلفل يكون اكتر من البصل، بتطلع تحفه جدا. هنا بقى كنت خلاص هضيف بقى الفلفل اللي انا عملته في الكبه، بس مستنيها تفك شويه. انا برضو هضيفه عادي قبل ما هي تفك خالص، عادي جدا. بصوا، انا ضفت الفلفل والبصل اللي انا وريته لكم عليها. بصوا هي فكت خالص بقى كده خلاص، وابتدت السوائل حتى اللي فيها الميه اللي فيها والخضار ينزل بقى يتجانس مع بعض. مش عايزه اقول لكم بقى الريحه كانت فظيعه. ابتدي زي ما انتم شايفين احط بقى نص ليمونه كده، واحط شويه من الدبس الرمان او الصويا صوص اللي متواجد عندي، بضيفه بيديها طعم مميز. تمام. وببدا بقى احط البهارات بتاعتي، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، شويه بهارات لحمه، تديها طعم حلو جدا. ولو انتي برضو حابه ممكن تحطي لها معلقه خل، برضو بتبقى حلوه جدا. او زي ما انتم شايفين الريحه بقى مش يعني مش قادره اقول لكم، كانت جميله جدا جدا. يعني ريحتها كانت ماليه الشقه، شكلها يعني شهي جدا. اهو بصوا شايفينها فاتحه وجميله، ما فيهاش اي حاجه. اهي كده ابتدت خلاص. انا بحب اسيبها ان هي السوائل اللي فيها دي تنشف شويه، قبل ما تشكشك كده، يكون فيها شويه صوص صغيرين. ببتدي ان انا اغرفها، مبحبش ان انا يكون فيها صوص كتير. بصوا شايفين شكل بقى الفلفل فيها، شكله تحفه. وكده بقى اكون خلاص خلصت الكبده معاكم، واشوفكم على خير في وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.